والموجه العظيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، غيابه عن الساحة وغيابه عن قواعده المسلمة، فإنها أعظم المصائب هو غياب القائد عن أتباعه، لأنه هو مربيهم ومحيي نفوسهم ومزكيهم ومظهرهم، كشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أشرف الخلق وأعلى وأجل الخلق. ومن جهة أخرى إننا فقدنا الأب الروحي، فكان صلى الله عليه وآله وسلم هو أبا لكل المسلمين، وما أعظمه من أب كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، رؤوف رحيم بالمؤمنين، فكان صلى الله عليه وآله وسلم هو أشد حرصا على المسلم من نفسه على نفسه، رباهم بكل القيم الإسلامية والأخلاق العالية الرفيعة، وحرص كل الحرص على أن يكون المسلم هو المقتدى في المجتمع البشري بكل ما يحمل من قيم أخلاقية وإسلامية. وهو الذي كان يقول: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فإننا نفقد أخانا وقائدنا، وهو أعظم شرف لنا في الدنيا أن يكون لنا قائدا وأبا كشخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.